مش دايما العدد الاكبر بيبقى احسن. اديك مثال مشهور جدا، شفرات الحلاقه المستخدمه لحلاقه الجسم، في منها انواع كتير. في منها اللي بيستخدم شفره موس واحده، ومنها اللي بيستخدم 5 شفرات موس. هديك 3 ثواني تفكر يا ترى مين احسن، الشفره الواحده ولا العدد الاكبر؟ الاجابه هي الشفره الواحده. خليني اقول لك ليه، والكلام هنا للبنات اللي بتستخدم شفرات لازاله الشعر. الفكره من الشفرات المتعدده ايه؟ اول شفره وظيفتها انها تشد الشعرايه شويه ترفعها لفوق. بقيه الشفرات وظيفتهم انهم يقطعوا الشعرايه. بس خلي بالك، ده معناه انك طلعت الشعرايه بره الجلد، قطعت حته ورجعتها تحت الجلد تاني، فده بيزود من فرص حدوث الانجرون هير، او ان الشعره تنمو تحت الجلد، اللي بيعمل حاجه مشهوره قوي اسمها جلد الوزه. لكن الشفره الواحده هي بتحلق الشعرايه فوق سطح الجلد، فاحتماليه حدوث الانجرون هير ده بيقل جدا. فسواء انت ولد بتستخدم شفرات لحلاقه دقنك، او بنت بتستخدمي شفره لازاله الشعر، يفضل الشفره الواحده. ودي كانت النصيحه ال 27 من اصل 30 نصيحه في 30 يوم.